بيبدأ فيلم ذا لازاروس افكت بمقطع فيديو متسجل لخنزير ميت بيتعمل عليه تجربة علمية، والتجربة دي هي محاولة إحياء للخنزير. فبيحاول مجموعة من الدكاترة إنهم يحقنوا الخنزير بمصل غريب على أمل إنهم يقدروا يرجعوه للحياة مرة تانية، ولكن ما بيحصلش أي حاجة. وفجأة بيصحى الخنزير من الموت وبيتحرك، ولكنه بيموت مرة تانية. وبعد شوية بنشوف دكتورة اسمها زوي بتشرف على مجموعة طلبة في جامعة كاليفورنيا، وبتكون رايحة المختبر ومعاها طالبة جديدة اسمها إيفا. وبتنضم إيفا لمشروع الدكتورة زوي، وبتسجل فيديو مع الدكتورة زوي وخطيبها فرانك عشان يتكلموا عن تجربتهم العلمية. ولكن بيكون الفيديو ده سري، لأن المشروع اللي بيشتغلوا عليه محدش يعرف عنه حاجة لأنه غير قانوني. فبيتكلم فرانك وبيقول إنهم نجحوا في صنع مصل اسمه لازاروس، والمصل ده بيقدر يشغل الخلايا العصبية في الدماغ، واللي بدوره بيقدر يرجع أي كائن للحياة مرة تانية. وبيتكلم فرانك في الفيديو عن المصل، وبيشرح جهاز الحقن اللي بيحقنوا بيه المصل في أي تجربة عشان يعيدوها للحياة. وفي استراحة المختبر بيكون في 2 من الطلاب اسمهم كلاي ونيكو بيلعبوا كوتشينة، فبتيجي إيفا وبتتعرف عليهم، وبيكون نيكو مركز مع الدكتورة زوي وهي بتشتغل في المختبر، وده لأنه معجب بيها. في الوقت ده بتكون زوي بتشتغل على المصل بتاعها لوحدها في المختبر ومشغلة ميوزك، وفجأة بتقف الميوزك لوحدها وبتحس زوي بحركة في المختبر، فبتتلفت حواليها ولكن ما بتلاقيش حاجة. وفجأة بتشوف زوي واحد لابس قناع خنزير واقف قدامها، فبتتخض وبتصرخ، بس بيطلع نيكو وكان عامل فيها مقلب. وبعد شوية بيعزمها نيكو على العشاء وبيسألها عن علاقتها مع فرانك، فبتقول له زوي انها مخطوبة لفرانك بقالها 3 سنين، ولكنها قلقانة جدا لان فرانك متغير جدا معاها الفترة دي وكل اهتمامه بالشغل وبس. وبناء عليه فرانك أجل مشروع جوازهم لحد ما تنجح تجربة لازاروس وتظهر للعالم كله. فبيقول لها نيكو ان ممكن دي تكون علامة انه ما بقاش يحبها، وطبعا هو بيقول لها كده لانه معجب بيها ونفسه يشوف علاقتها متدمرة مع فرانك. فبتقول له زوي انها هتفضل تحب فرانك، عشان كده هي مصممة ان المشروع ده ينجح عشان تتجوز هي وفرانك. وبالليل زوي بترجع البيت وبتحلم بكابوس وهي في مبنى بيولع وبيكون فيه عروستين بيتحرقوا، وبتشوف زوي نفسها في الحلم وهي لسه طفلة صغيرة وبتهرب من ايد سودا بتخرج لها من تحت الباب. وبتصحى زوي مخضوضة من الحلم اللي شافته لان الحلم ده بيتكرر معاها دايما، فبتروح تقعد في اوضة تانية عشان تهدى وتنسى اللي شافته. فبيجي فرانك وبيحاول يطمن زوي وبيسألها لو كان هو نفس الكابوس اللي بيتكرر معاها، فبتقول له زوي ان الكابوس ده بيجي لها من ساعة ما بدأوا شغل في مصل لازاروس، وتاني يوم بيكون فريق البحث متجمعين في المختبر، وبتقول لهم زوي ان المصل بيتفكك في المخ وده بيخليه يشتغل بشكل مؤقت. فبيقترح عليهم كلاي انهم يستخدموا عازل من البوتاسيوم ويزودوا الكهرباء في الجهاز، وده هيساعد على تفاعل المصل في المخ. فبتعجبهم الفكرة وبيقرروا انهم يطبقوها على كلب اعمى ميت، فبيحقنوا الكلب بالمصل بس المحاولة بتفشل. فبتروح زوي وبتقلع الخاتم بتاعها وبتشغل جهاز الكهرباء عشان يعلوا الفولت في مخ الكلب. وبعد شوية بتلاحظ ايفا ان ودان الكلب اتحركت وهي بتصور التجربة، ولكن ما بيحصلش حاجة بعدها، فبيفقدوا الامل. وفجأة بيقوم الكلب مخضوض وبتنجح التجربة، ولكن الكلب بيكون مسعور، فبيحاولوا بهدوء وبيكونوا مبسوطين لان اخيرا نجح مصل لازاروس. وبتلاحظ زوي ان المية اللي كانت على عينين الكلب اختفت بعد ما كان مصاب بالعمى. فبيجمع فرانك فريق البحث وبيقول لهم ان اللي حصل ده سر بينهم لحد ما يتأكدوا من نجاح التجربة، وبيحتفلوا كلهم بنجاح التجربة. وزوي وفرانك بياخدوا الكلب معاهم البيت وبيسموه روكي، وده عشان يراقبوا تصرفاته ويعرفوا نتيجة التجربة. فبتحاول زوي انها تأكل الكلب روكي لكنه ما بيرضاش ياكل، وده بيخلي زوي تقلق. فبيقول لها فرانك ان الكلب عنده صدمة بسبب رجوعه للحياة مرة تانية. فبتقول له زوي انها مش مستريحة للي بيعملوه ومش مقتنعة بان العلاقة بين الحياة والموت ممكن البشر يتدخلوا فيها بمعادلة كيميائية. فبيقول لها فرانك ان المصل اللي هم اخترعوه ده عشان يساعدوا بيه الناس مش اكتر. وبالليل بتنام زوي وبيجي الكلب روكي وبيفضل يتفرج عليها طول الليل. وتاني يوم بتروح زوي المختبر وبتاخد معاها الكلب روكي، وبتحاول ايفا انها تلعب مع روكي ولكنه ما بيكونش مهتم ولا بيعمل اي ردة فعل، وده طبعا لانه متأثر بسبب رجوعه للحياة مرة تانية. فبتسألهم ايفا اذا كان الكلب شاف نور ابيض قبل ما يموت زي ما كل البشر بيشوفوا. فبيقول لها فرانك ان المخ فيه غدة بتفرز هرمون قبل الموت وبيخليه هلوس، ولان موضوع النور الابيض ده شائع بين البشر بيكون المخ واخد اوامر بانه يخليه يشوف النور ده. وبعد شوية بيحطوا الكلب روكي في جهاز الرنين المغناطيسي عشان يفحصوه، وبيكتشفوا ان مصل لازاروس اللي اعاد الكلب للحياة مرة تانية لسه موجود في مخه، وكان المفروض ان المصل يختفي نهائي بعد
بعد ساعتين من حقنه، وده معناه انه هيظهر اعراض على الكلب. فبيقول لهم كلاي ان في نشاط زياده في المخ، وده معناه ان الكلب روكي سلوكه هيبقى عدواني جدا. وبيقول لهم ان الافضل ان الكلب ما يروحش بيت فرانك وزوي عشان ما يأذوهمش، وانه يفضل في المختبر. وبالليل بيكون كلاي قاعد لوحده في المختبر ومعاه الكلب روكي في قفص، فبيروح كلاي يلعب فيديو جيمز. وبعد شويه بيسمع كلاي اصوات غريبه في المطبخ بتاع المختبر، فبيروح كلاي عشان يشوف مصدر الاصوات دي، وبيتفاجئ ان المطبخ كله متبهدل وان الكلب روكي خرج من القفص. وبيجي الكلب روكي وبيحاول يعض كلاي، فكلاي بيقع على الارض، وبيكون الكلب بيقرب عليه وعاوز يعضه، وبيكون واضح ان سلوك الكلب عدواني جدا زي ما قال كلاي. وبعد شويه بيتصل كلاي بزوي، وبتيجي ومعاها نيكو وإيفا، وبيرجع الكلب لقفصه مره تانية. فبيقول كلاي لزوي انهم لازم يخلصوا على الكلب لانه عدواني جدا وممكن يموت اي حد فيهم في اي لحظه. فبتستهتر زوي بكلامه، وبتفتكر انه منفعل لان الكلب اتسعر عليه وانه مكبر الموضوع على الفاضي. ولكن بتقول لهم إيفا ان الكلب روكي بهدل المكان كله، وقدر انه يطلع فوق على الرف ويبهدل اكياس الشيبسي، وان ده مستحيل اي كلب عادي يعمله. فبتبص زوي للكلب وهي مستغربه قدرته الغير عاديه. في الوقت ده بيكون فرانك بيعمل تسجيل صوتي بيوصف فيه كل المراحل اللي عدى بيها الكلب روكي بعد ما حقنوه بمصل لازاروس ورجع للحياه. وبيقول فرانك ان الكلب بعد ما رجع للحياه مخه بقى نشط جدا وتصرفاته غير عاديه ومش متقبل اي حاجه. وتاني يوم بتستدعي عميدة الجامعه فرانك عشان تكلمه بخصوص مصل لازاروس. فبتقول له عميدة الجامعه انها هتوقف تمويلها لمشروع المصل، وده عشان هي عرفت ان المصل ده بيرجع الاموات للحياه مره تانية، وده يعتبر غير قانوني ومش مقبول في الجامعه. فبيسالها فرانك ازاي عرفت الهدف من المصل بتاعه وهو اصلا ما قالش اي حاجه عنه والموضوع كان سري. فبالتالي بيحس فرانك ان في حد من الطلبه اللي كانوا معاه في المشروع سرب الفيديوهات اللي كان بيسجلها، فمش بترد عليه عميدة الجامعه وبتتجاهله. وبعدها بيجي رجل اعمال بيمول الجامعه وبيدخل مختبر زوي وفرانك وبيصادر كل اجهزه المختبر والعينات اللي اشتغلوا عليها. فبتحاول زوي انها توقفهم، وبتقول لرجل الاعمال ان دي حاجتها وانها معاها تصريح من الجامعه. فبيقول لها رجل الاعمال انه اشترى الجامعه وبالتالي كل حاجه في المختبر تبقى بتاعته. ولما بتشوف ايفا اللي بيحصل بتاخد الكلب روكي وبتخرج عشان محدش يصادر التجربه بتاعتهم والفيديوهات اللي كانت بتصورها للتجربه. وبعد شويه بيروح فرانك للمختبر وبيتفاجئ ان كل اجهزتهم اتاخدت. فبتقول له زوي ان تعب 4 سنين راح على الفاضي. ولما بيتجمعوا في بيت فرانك بتقول لهم زوي ان اكيد ايفا هي اللي بلغت عنهم لانها كانت الوحيده اللي بتصور تجاربهم ودايما محتفظه بالفيديوهات. فبيقطعها فرانك وبيقول لها ان دي مش غلطه حد فيهم، وان اكيد رجل الاعمال اللي اشترى الجامعه هو اللي كان بيراقبهم لان المصل اللي هم اخترعوه ده ممكن يكسبهم مليارات. وبيقول لهم انهم لازم يعيدوا التجربه بتاعتهم مره تانية عشان يثبتوا ان اختراع مصل لازاروس يخصهم هم. فبيسالوا كلاي ازاي هيعيدوا التجربه دي وهم مش معاهم المصل. فبتقول له زوي انها محتفظه بعينه من المصل، وايفا لسه معاها تصريح لدخول الجامعه يعني يقدروا يعيدوا التجربه مره تانية. فبيقرروا يروحوا المختبر بالليل ويعيدوا التجربه. وبالليل بتروح ايفا الجامعه ومعاها الكلب روكي، وبتقول لموظف الامن انها نسيت محفظتها في المختبر وهتدخل تاخدها. ولما بتدخل بتروح ايفا الجراج وبتفتح الباب عشان يدخل باقي فريق البحث. وبيوصل فريق البحث للمختبر وبيحطوا الكلب روكي في قفص، وبيخترق نيكو كاميرات المراقبه وبيعطلها عشان محدش يشوفهم. وبيجيب كلاي جثه كلب من المشرحه عشان يعملوا التجربه مره تانية ويسجلوها بالكاميرات عشان يثبتوا للعالم كله ان دي تجربتهم هم. ولما بيبداوا يحقنوا الكلب بالمصل بتجهز زوي عشان تشغل جهاز الكهرباء، ولما زوي بتشغل الجهاز بينفجر فيها وبيتقطع النور. ففرانك بيلاحظ ان زوي وقع على الارض ونبض قلبها وقف تماما. فبيحاول فرانك انه ينشط قلبها بجهاز الكهرباء، ولكن بعد محاولات كتير للاسف بتموت زوي. فبينهار فرانك وبيكتشف ان جهاز الكهرباء انفجر في زوي عشان كانت لابسه خاتم الخطوبه بتاعها، ولانه خاتم معدني بتوصل الكهرباء في جسم زوي وبتموت. واثناء ما كان فرانك منهار بيقرر انه ما يسيبش خطيبته زوي ميته، فبيشيلها وبيحطها على ترابيزه الاختبار عشان يحقنها بمصل لازاروس. فبيعترض كلاي وبيقول له ان المصل ما تمش تجربته على البشر قبل كده، وان لو زوي رجعت للحياه مره تانية هيكون عليها اعراض سيئه وعدوانيه زي الكلب بالظبط. ولكن بيكون فرانك مصمم على رايه وبيقول له انه هيظبط مستويات الكهرباء المره دي. فبيضطر كلاي وباقي الفريق انهم يساعدوه عشان بيحبوا زوي وعاوزين يشوفوها عايشه. فبيبدا فرانك يحقن جوليا بمصل لازاروس، ولكن فجاه بيلاحظ نيكو ان في حارس امن معدي جنب المختبر، فبيقفلوا الانوار وبيغطوا جثه زوي وبيستخبوا عشان
الحارس ما يشوفهمش، ولما بيمشي الحارس بيلاقوا زوي قاعدة على الترابيزة ثابتة وما بتتحركش. فبيروح فرانك عشان يتأكد ان زوي رجعت للحياة، ولما بيحاول يفحصها بتمسك ايده وبتسأله هي ماتت فعلا ولا لا. فبيتجاهل فرانك سؤالها ومش بيرد عليها وبيعالج جروحها. وبعدها بتيجي ايفا وبتسأل زوي عن اللي شافته وهي ميتة، فبتقول لها زوي انها شافت نور ابيض وبعدها شافت الكابوس اللي دايما بيجيلها في الحلم. وبعد شوية بيدخلوا زوي على جهاز الرنين المغناطيسي عشان يفحصوا مخها، فبيلاقوا ان مخ زوي فيه نشاط عدواني زيادة زي الكلب روكي بالظبط. وبيقول كلاي ان البشر العاديين بيستخدموا 10% بس من قدرات المخ، ولكن زوي عكس كل البشر بتستخدم 100% من قدرات مخها، وده معناه انها هتقدر تعمل حاجات خارقة عن البشر العاديين. فبيروح فرانك وبيشيل زوي من على الجهاز وبياخدها للأوضة عشان يتكلم معاها. فبيلبس خطيبته زوي السلسلة بتاعتها، ولما بيقرب منها بتسمع زوي أفكاره وبتتخض. وبتكون زوي بتقدر تتحكم عن بعد في قلم موجود على الترابيزة. وبعدها بيقول لها فرانك إن كل حاجة هتبقى كويسة، ولكن بتقول زوي بتردد معاه وبتكمل الجملة لأنها قرت أفكاره وعارفة هو هيقول إيه. فبيتخض فرانك وبيبعد عنها وهو خايف، وبيقول لها إنه هيسيبها ترتاح. ولما بيمشي بتروح زوي الحمام وبتلاقي إن لون إيديها بيتحول للون الأسود، ولما بتلمس المية بتتكهرب. وبتبص في المراية بتلاقي إيديها بتتحرك بشكل سريع وبتكسر المراية، وبيظهر انعكاسها بابتسامة شريرة جدا. وبيكون روك الكلب واقف جنبها ومسعور كأنه عارف إن في حاجة غريبة في زوي وعاوز يهجم عليها. فبتبص له زوي بغضب شديد، وبيسمع فريق البحث صوت الكلب وهو بيموت. وبعد شوية فرانك بيروح لزوي وبيديها حقنة مهدئ عشان تنام وما تحسش باضطرابات. فبتنام زوي نوم عميق جدا وبتكون بتحلم بالكابوس بتاعها. وبتروح ايفا عشان تغطي زوي، وبعدها بتخرج من الأوضة وبتتفاجئ ان كابوس زوي منعكس عليها. فبتشوف المبنى وهو بيولع وايد سودا تحت الباب وزوي وهي صغيرة واقفة من بعيد. فبتروح ايفا عشان تلحق البنت الصغيرة اللي هي زوي يعني، ولكن النور بيقطع. وفجأة بتشوف نور ابيض شديد جدا، وفجأة بتحس بايد سودا بتمسك فيها. فبتقعد تصرخ لحد ما بترجع للواقع. وبيجي فريق البحث كله على صوت صريخ ايفا وبيشوفوها وهي نايمة على الارض. ولما بتفوق بتسيبهم وبتروح تقعد لوحدها. فبيروحوا وراها عشان يعرفوا هي حصل لها ايه. فبتنهار ايفا وبتحكي لهم على اللي هي شافته. وبيلاحظ نيكو ان في اثار ايد على دراع ايفا، وبيفهموا ان كل اللي حصل في الكابوس اتحقق في الواقع، وده معناه انها ما كانتش بتهلوس او بتتخيل. فبيطلب كلاي من فرانك انه يحكي له اللي بيحصل. فبيقول له فرانك ان زوي وهي صغيرة العمارة اللي كانت ساكنة فيها اتحرقت، وشافت جيرانها وهم محبوسين جوه باب ومش عارفين يخرجوا. ومن وقتها وهي مش قادرة تنسى الموقف ده وبتحلم بكوابيس عن اللي حصل. فبتقول له ايفا ان ممكن تكون زوي محبوسة جوه الكابوس بتاعها ومش عارفة تخرج منه، وبالتالي كل اللي بيحصل معاها في الكابوس بينعكس على الواقع اللي هي عايشاه. ففرانك ما بيصدقش كلامها وبيسيبهم وبيمشي وهو في حالة صدمة شديدة. في الوقت ده بتكون زوي بتحلم بالكابوس بتاعها وبتتكلم بصوت عالي، وفجأة بتتعصب وبتشيل السلسلة اللي عليها الصليب من رقبتها وبتطير في الهواء، وعينيها بتتحول للون اسود مخيف جدا. وبعدها نيكو بيروح أوضة زوي عشان يطمن عليها بس مش بيلاقيها، وبيروح يدور عليها في أوضة الأشعة فبيلاقيها جاية من وراه وبيتخض. فبتتصرف زوي تصرفات غريبة وبتطلب من نيكو انه يفهمها اللي بيحصل. فبيخاف منها نيكو وبيقول لها انها طبيعية وما فيهاش حاجة وانها متوترة بسبب الصدمة مش اكتر. فبتحاول زوي انها تقرب منه وتعمل معاه علاقة، فبيمنعها نيكو وبيقول لها ان اللي هي بتعمله ده غلط وان لسه في فرصة عشان يخلوها طبيعية زي الاول. فبتتغير ملامح زوي وبتكون عينيها شكلها مخيف، وبتقول لنيكو انه فات الاوان. وفجأة بيقطع النور وبيجي مرة تانية وبتكون زوي اختفت تماما. واثناء ما كان نيكو في الاوضة لوحده زوي بتستخدم قوتها وبتزق نيكو جوه دولاب معدني وبتقفل عليه، وبتقرب زوي من الدولاب وبتتحكم فيه عن بعد. فبتضغط الدولاب على نيكو لحد ما بيموت. وبعد شوية بيروح فرانك ومعاه فريق البحث لزوي، وبتكون عاملة نفسها نايمة عشان محدش يشك فيها. فبيلاحظوا اختفاء نيكو وبيسألها كلاي عن مكانه، فبتكذب عليه زوي وبتقوله انها شافت نيكو رايح الحمام. فبيقول لها كلاي انه كان في الحمام من شوية وما شافش نيكو نهائي. فبيحس كلاي انها عملت حاجة في نيكو وبيروح للتليفون عشان
عشان يتصل بالبوليس، فبيمنعوا فرانك وبيقول له ان البوليس لو جه وعرفوا اللي حصل هياخدوا زوي ويعملوا عليها تجارب، ده بالاضافه انهم ممكن يتحبسوا بسبب التجربه دي. فبتستخدم زوي قوتها وبتقطع الكهرباء في المبنى كله عشان محدش يستخدم التليفون ويتصل بالشرطه. فبيروح فرانك وكلاي عشان يشوفوا طريقه يشغلوا بيها تيار الكهرباء، ولكن بيكون الاسانسير متعطل. في الوقت ده بتكون ايفا مع زوي في الاوضه وبتقول في مخها انها مش جزء من الفريق وندمانه انها انضمت للفريق ده. فبتقرا زوي افكار ايفا وبتقول لها انها فعلا مش جزء من الفريق. فبتتصدم ايفا لما بتعرف ان زوي قرت افكارها. وفجاه بيجي فرانك وبيقول لهم ان الكهرباء قطع في كل المكان ومش هيعرفوا يستخدموا الاسانسير. فبتقلق ايفا وبتقول لفرانك ان زوي خلصت على نيكو، وبتكون نظرات زوي مخيفه جدا. فبينفعل كلاي وبيزعق لزوي وبيسالها عن مكان نيكو. فبتستخدم زوي قوتها وبتخنق كلاي بالسيجاره الالكترونيه اللي كانت معاه وبتحطها في زوره. فبيحاول فرانك وايفا انهم ينقذوه، ولكن مع الاسف بيموت كلاي. وفجاه بيتقطع النور وبتظهر زوي وهي بتطير كل حاجه في الاوضه بقوتها وبتحدفها على فرانك وايفا وبيفقدوا الوعي لفتره. وبعد شويه بيفوق فرانك وايفا وبيروحوا لاوضه المشرحه، وبياخد فرانك سم قوي عشان يخلص بيه على زوي. واثناء مكانه في الاوضه بيلاحظوا ان الجثث اللي في المشرحه بتتحرك، وفجاه بتقوم واحده منهم. فبيتخض فرانك وايفا وبيجروا على اوضه تانية عشان يجهزوا الحقن اللي فيها السم اللي هيخلصوا بيه على زوي. وبيقول فرانك لايفا انه لو معرفش يخلص على زوي لازم هي اللي تموتها. وبيروح فرانك عشان يدور على زوي، وبعد شويه بيلاقي زوي واقفه لوحدها وبتعيط. فبيقرب منها فرانك وبيقول لها انه لسه بيحبها. فبتقرا زوي افكاره وبتقول له انه كذاب وعاوز يخلص عليها بالحقنه اللي معاه. فبيسيب فرانك الحقنه على الارض وبيقول لزوي انه هو السبب في كل اللي بيحصل وانه عاوز يساعدها. فبتتاثر زوي وبتعيط وبتساله هو لسه بيحبها. فبيقول لها فرانك انه بيحبها ومش هيقدر يعيش من غيرها. فبتقرا زوي افكاره وبتكتشف انه بيكذب عليها. فبتتغير ملامحها وبتمسك دماغ فرانك وبتخلص عليه. وبتكون ايفا مستخبيه من زوي وهي منهاره لانها شافت زوي وهي بتخلص على فرانك. وبعد شويه بتروح زوي للمختبر وبتحقن نفسها بمصل لازاروس عشان قوتها تزيد. في الوقت ده بتكون ايفا بتدور على مخرج عشان تخرج من المختبر وتهرب من زوي، ولكن بتكون الكهرباء مقطوعه. فبتجهز ايفا الحقنه اللي فيها السم عشان تخلص على زوي، ولكن فجاه بتظهر لها زوي وبتكون ملامحها مرعبه جدا. فبتتخض ايفا وبتقع على الارض وبتقرب منها زوي وبتستخدم قوتها وبتستدرج ايفا للكابوس بتاعها مره تانية. فبتلاحظ ايفا ان زوي وهي صغيره موجوده وبتجري عليها عشان تقول لها ان اللي حصل ما كانش ليها ذنب فيه. فبتلاحظ ايفا ان زوي الصغيره ماسكه في ايديها كبريت، وبكده بتفهم ايفا ان زوي وهي صغيره هي اللي حرقت المبنى بالغلط، وبالتالي كانت بتحلم بالكابوس ده طول الوقت لانها كانت حاسه بالذنب عشان كانت سبب في موت جيرانها لما ما فتحت لهمش الباب. فبتشوف ايفا ايد سودا خارجه من الباب، وبتكون زوي الكبيره واقفه قدامهم وبيكون جسمها مولع وعينيها سودا. فبتطلب ايفا من زوي الصغيره انها تفتح الباب وتحرر الجيران عشان تتخلص من الذنب ده. وبالفعل زوي الصغيره بتفتح الباب وبتشوف نور ابيض، وبعدها بيخلص الكابوس بشكل نهائي وبتقدر ايفا تحقن زوي بالسم. فبتتاسف زوي لايفا على اللي عملته، فبتروح ايفا حقناها مره تانية بالسم في رقبتها، وبعدها بتموت زوي. واخيرا بترتاح ايفا بعد كل اللي حصل، وبتيجي المطافي وبيقرب واحد منهم من ايفا وبيسالها اذا كانت كويسه. فبتنهار ايفا من العياط، ولكن المفاجاه ان ايفا بتبص قدامها فبتلاقي ان جثه زوي اختفت تماما. وبتبص الرجل المطافي وبتتفاجئ انه اتحول لزوي. فبتمسك زوي رقبه ايفا وبتخلص عليها. وبعد شويه بتجمع زوي جثث فريق البحث جنب بعض، وبتحط جثه خطيبها فرانك على الترابيزه وبتحقنه بمصل لازاروس عشان يرجع للحياه مره تانية. وهنا بيخلص الفيلم. لو عجبك الفيلم ما تنساش اللايك الجميل يا رايق عشان بيفرق معانا جدا، واشترك وفعل الجرس عشان ما تفوتكش افلامنا. ولو حبيت تقترح فيلم نلخصه اكتبه على طول في الكومنتات. سلام.